كنتوا بتعرفوا انه اذا بنقطع الكوسه بالنص بهذا الشكل بعدين بناخذ قلبها بالمعلقه او باي شيء بدكم اياه. بصيروا معنا بهذا الشكل. واذا بنعطيهم بخة زيت ونحطها بالفرن حامي على درجة حرارة 220 من فوق ومن تحت. عندي هون لبن، كيلو لبن، رح حط عليه هون معلقة نشا صغيرة وبيضة. اخفقهم منيح 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 مع بعض على البارد، ومنشغل عليهم ومنضل نحرك لحتى يغلي اللبن. بنفس الوقت هون عندي معلقتين زيت نباتي، نزل عليهم نص كيلو لحمة مفرومة وش واحد، وبلش عنا الشغل بالايدتين. لحمة دهنتها قليلة اللي جبتها. وهلأ بدي انزل بالبصل، نعطيها هيك تحريكة سريعة شوي بين ما نزلنا البصل، ونحرك بس لتدبل البصلة شوي، وبعدين بننزل الملح والسبع بهارات. وما حدا يقول لي وين الفلفل، ما 7 بهارات بقلبها في فلفل، ما بحب كثر الفلفل زيادة. غلي عندي اللبن، هلا بدي اتركه. هلا بنملح كمان، بنحط ال7 بهارات كمان، بنملح اللبن. هلا صار فينا نملح كريمة مو لبن، هذه كريمة. اوه عيني. وبس تحمر الكوسة معنا بهذا الشكل بنصفهم بصينية وبنحشيهم باللحمة اللي جهزناها، وبعدين ننزل فوقهم باللبن. بنرجعها على الفرن على نفس درجة الحرارة من فوق ومن تحت لمدة نص ساعة. وبهالوقت اكيد لب الكوسة اللي طالعناه ما بنكبه. هذا اللب فينا نساوي منه عجة، فينا نساوي منه مفركة، وانا هلا لان زاد عندي لحمة حساوي منهم مفركة. اذا بدكم طريقتي موجودة على الصفحة، هي ما بدها شي المفركة السورية، كل السوريين بيعملوها نفس الشي. مع السلام. معلقة سمنة بلدية، بدي اقلي شوية صنوبر، نزل فوق الصنوبر، شلها رشة نعناع يافي. وهي شيخ المحشي بس على طريقتي، لانه كمان ما عندي كوسة صغيرة حجم صغير، فكرمال هيك بساويهم يكون منظرهم احلى. ويلا ندوق. للي ما بيعرفوا يحفروا كوسة ممتازة. لا تنسوا اذا ما كنتم تابعيني لهلا تابعوني. يلا باي.